مرحبا بكل متابعينا الأعزاء. اليوم سنخوض معا رحلة مرعبة ومثيرة لاستكشاف أخطر الأماكن في العالم والتي لا يستطيع أحد العيش فيها، أماكن تعتبر أسوأ من السجن. سنتعرف على أماكن مليئة بالأسرار والتحديات التي تجعل أي شخص يفكر مليا قبل الاقتراب منها. إذا كنت من عشاق المغامرات والإثارة فهذا الفيديو مخصص لك. لا تنسى عمل إعجاب والاشتراك في القناة لتصلك كل المستجدات. أولا، منطقة الموت في وادي الموت في الولايات المتحدة. يعتبر وادي الموت في ولاية كاليفورنيا هو واحد من أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، حيث قد تصل الحرارة هناك لأكثر من 26 درجة مئوية. هذا المكان ليس فقط حارا بل مليء بظروف قاسية مثل الجفاف الشديد والعواصف الرملية، مما يجعله مكانا خطيرا جدا. لماذا لا يستطيع أحد العيش هناك؟ الحرارة الشديدة. الأشخاص الذين يحاولون العيش هناك يواجهون خطر الجفاف وضربات الشمس. أيضا عدم توافر المياه، حيث المياه نادرة جدا في هذا المكان مما يجعل الحياة مستحيلة تقريبا. الظروف الجوية القاسية والعواصف الرملية قد تكون قاتلة وتحد من الرؤية بشكل كبير. جزيرة الأفاعي في البرازيل. جزيرة الأفاعي في البرازيل هي مكان آخر يعتبر من أخطر الأماكن في العالم. الجزيرة مليئة بأحد أكثر الأفاعي سمية في العالم وهي الأفعى. لذا لا يستطيع أحد العيش هناك. عدد كبير من الأفاعي في كل متر مربع من الجزيرة ستجد أفعى واحدة على الأقل. سم الأفاعي القاتل سم الأفعى الذهبية قوي جدا ويمكن أن يسبب الموت في دقائق. منع الدخول، حيث أن الحكومة البرازيلية تحظر الدخول إلى الجزيرة لضمان سلامة الناس. جبال الهيمالايا. رغم جمالها الخلاب تعتبر من المناطق التي يصعب العيش فيها لعدة أسباب. أولا، الارتفاع الشديد في هذه الجبال يؤدي إلى نقص الأكسجين مما يجعل التنفس صعبا للغاية. هذا النقص في الأكسجين يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل مرض المرتفعات. ثانيا، تتعرض المنطقة لظروف مناخية قاسية، حيث تتدنى درجات الحرارة بشكل كبير خاصة في الشتاء، مما يجعل الحياة هناك غير مريحة بل وحتى خطيرة. الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية يمكن أن تؤدي إلى الانزلاقات الثلجية، مما يزيد من مخاطر العيش في هذه المناطق. ثالثا، البنية التحتية في جبال الهيمالايا محدودة، مما يعني قلة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والطعام. هذا يجعل الحياة هناك تحديا كبيرا. وأيضا الحياة البرية في المنطقة قد تكون مهددة، حيث توجد حيوانات مفترسة مما يزيد من صعوبة العيش في هذه البيئة. لذا رغم جمال جبال الهيمالايا فإن الحياة فيها ليست ممكنة بسهولة. منطقة تشيرنوبل في أوكرانيا. بعد كارثة تشيرنوبل النووية جعلت المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي مكانا مهجورا مليئا بالإشعاعات النووية. ماذا لا يستطيع أحد العيش هناك؟ الإشعاعات النووية. المنطقة لا تزال مشعة وخطرة على الحياة البشرية. التلوث البيئي. التربة والمياه هناك ملوثة بشكل كبير. الآثار الصحية. العيش هناك قد يسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان. صحراء داناكيل إثيوبيا. صحراء داناكيل في إثيوبيا معروفة بكونها واحدة من أكثر الأماكن عدائية على الأرض. الحرارة هناك مرتفعة جدا والأرض مليئة بالحمم البركانية. ماذا لا يستطيع أحد العيش هناك؟ الحرارة الشديدة. درجات الحرارة قد تصل لأكثر من 50 درجة مئوية. النشاط البركاني. الأرض مليئة بالحمم البركانية التي قد تخرج فجأة. نقص الموارد. لا توجد مياه أو طعام متاحة بسهولة. حديقة مديد الوطنية بوليفيا. على الرغم من جمالها الأخاذ إلا أن حديقة مديد الوطنية تعتبر واحدة من أخطر الحدائق الوطنية في العالم. تحتوي على مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات السامة، بالإضافة إلى الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية. بحيرة كاراكول. قرغيزستان. تقع بحيرة كاراكول في فوهة بركان خامد وتعتبر واحدة من أعمق البحيرات في آسيا الوسطى. المياه شديدة البرودة والظروف الجوية متقلبة مما يجعل السباحة والأنشطة المائية الأخرى خطرة. منطقة العفر في إثيوبيا. تقع منطقة العفر في الجزء الشمالي الشرقي من إثيوبيا وهي واحدة من المناطق الفيدرالية في البلاد. تتميز هذه المنطقة بطبيعتها الصحراوية الحارة والجافة وتعتبر من بين الأماكن الأكثر قسوة على وجه الأرض. البيئة والمناخ. تشتهر منطقة العفر بوجود منخفض العفر أو مثلث العفر الذي يحتوي على واحد من أكثر الأماكن انخفاضا في العالم وهو منخفض الدناكل. تشهد المنطقة درجات حرارة مرتفعة للغاية، حيث يمكن أن تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية في الصيف.
هذه الظروف المناخية تجعل من الصعب على البشر العيش فيها بسبب الحرارة العالية. تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى صعوبة في تحملها على البشر والحيوانات. ندرة المياه: قلة الأمطار تجعل توفر المياه العذبة مشكلة كبيرة. الأرض القاحلة: التربة غير الخصبة تجعل الزراعة صعبة للغاية. وبالإضافة إلى التحديات البيئية، يواجه سكان منطقة العفر تحديات اجتماعية واقتصادية، منها البنية التحتية المحدودة، عدم توفر الطرق الجيدة والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. النزاعات القبلية: تحدث أحيانا نزاعات بين القبائل المختلفة في المنطقة. أبراج الكلس في الصين: أبراج الكلس هي حفر عميقة وكبيرة جدا في الأرض، وتعتبر من أكثر الأماكن خطورة في العالم. الجدران شديدة الانحدار، والظروف المناخية القاسية تجعل الاستكشاف صعبا ومحفوفا بالمخاطر. الاقتصاد التقليدي: يعتمد السكان بشكل كبير على الرعي البدوي، مما يجعلهم عرضة للتغيرات المناخية. كانت هذه رحلتنا لأخطر الأماكن في العالم التي لا يستطيع أحد العيش فيها، أماكن تعتبر أسوأ من السجن بكثير. إذا أعجبتك هذه الرحلة لا تنسى عمل إعجاب والاشتراك في القناة لتصلك كل جديد ومثير. وفي النهاية دائما فكر مليا قبل أن تقرر الذهاب إلى مكان جديد. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في فيديو جديد.